بيضة النعامة دي فعلا المعروضة حاليا في متحف النوبة القومي. زي ما قلت لكم بتعود الفترة التاريخية لهذه المقبرة، وبالتالي هذه البيضة إلى 6500 سنة. فلقوها فين؟ لقوها في منطقة قاحلة صحراوية تماما ما فيهاش أي زرع، على عكس ما هي موجودة دلوقتي كمنطقة صحراوية. كانت واحة خضراء، فكانت منطقة لتجمعات سكنية بشرية. 1000 سنة بعد كده، يعني في 5000 ابتدت تنتقل إلى 5000 قبل الميلاد، ابتدت تنتقل من الواحات اللي موجودة في غرب وادي النيل، يعني بقول لك 100 كيلو غرب أبو سمبل. الفترة اللي تفسيرها الجيولوجي ساعتها كان إيه، وتفسير التوبوغرافي التضاريس شكلها إيه، والكلايمت تشينج كان الطقس شكله إيه في الفترة دي كانت فترة مطيرة، بنسميها احنا في فترة الجيولوجي بتاع الأرض الجرين صحارى، يعني الصحراء الخضراء. كل الواحات الخارجة والداخلة والفرافرة، كل دي كانت منطقة مليانة خضرة ومليانة مطرة ومليانة فروع. كان في فرع للنيل هناك اسمه الفرع الأصفر. يعني كل الواحات دي كلها دي بقايا تاريخية من بيئة خضراء مطيرة مزدهرة بالخضرة والشجر والأنهار. فبالتالي كانت التجمعات البشرية ما كانتش موجودة على ضفاف النهر. 6500 سنة اللي بيتكلم على انك ترجع الاهرامات لفترة 10000 سنة قبل الميلاد، لازم يفهم ان الناس 6500 سنة و10000 قبل الميلاد ما كانتش بتقطن، ما كانتش بتعيش على ضفاف نهر النيل خالص. ليه؟ لان نهر النيل ما كانش كده. نهر النيل كان متوحش، كان ادغال. الدلتا دي ما كانتش موجودة خالص. كنت طالع من عصر جليدي، كانت البحار ابتدت تعلى، يعني مستوى البحر كان بيعلى. الدلتا بتاعت مصر دي كلها كانت منغمرة، يعني البحر كله كان بيوصل لحد الجيزة. منطقة الدلتا دي كانت كلها أحراش، ما كانش حد بيسكن، ما كانش فيه تجمعات سكانية، ما كانش فيه حضارة. ايه اللي بيخلي الإنسان يعني ينفعل ويحزن لما بتلاقي واحد كده على طول كده في قاعدة في ربع ساعة كده يشوف فيديو يقول لك لا نرجعها 10000. هو فيلم هترجعها 10000 سنة، مش تشوف 10000 سنة ولا 6000 سنة قبل الميلاد. دي شكل مصر كان شكلها ايه، التوبوغرافي كان شكله ايه، المناخ كان شكله ايه، نهر النيل كان شكله ايه، الصحراء دي كان شكلها ايه، التجمعات البشرية كانت فين. الناس ما كانتش بتقدر تعيش على ضفاف نهر النيل، لان نهر النيل كان غير مروض. انت بتشوف المناظر بتاعت الفيضان. نهر النيل كان مندفع طول السنة بالمنظر ده، ومليان تماسيح وافراس نهر، والناس ما كانتش بتأمن انها تعيش على ضفاف النيل. كانت تأمن فين؟ تأمن في الصحراء. فين بقى؟ في المنطقة اللي لقوا فيها البيضة.